بتتكلم عن برامج. رامز جلال. لا اللي كده سيبك من رامز خلاص، انا اتكلمت عن رامز. طيب ما استحقش اكتر من كده. يعني مع احترامي لكل الرقصات، هو ايه يعني ان انا اجيب سعد الصغير وعشان يتخانق مع بوسي وابوك خد الفلوس، لا امك اللي خدتها؟ يا جماعه يا جماعه دي مش مصر بجد، مش مصر. وانا اجيب مذيع عراقي قعدوا قدامي وهزقوا اثر البرامج اللي من النوع ده لا يعني ايه اهزقوا؟ يعني ايه احنا انا راجل اولا ده ضيف في البلد، يعني انا بقى خدت حق المصريين كلهم اللي هو مش عارف مين. واحده راحت تتكلم في برنامج على المؤخره بتاعتها، طب انا اعمل لها ايه؟ اقول لها ايه دي الصور يا باشا بلاش ولا بتاعت ان صوره المحور بس اتشالت عشان في دوله اتشالت. لا بعد ما انت اتكلمت يا معلم. بعد ما بعد ما انت طلعت واتكلمت واللي ما يصحش كده في رمضان. في رمضان لا انا قلت ايه؟ فطرت نص شعب مصر. ده حصل يا راجل كلنا فطرنا. طب هي عملت ايه اصلا؟ صور بغير لو كانت مطلعه يا ساتر. المستشار بيقول لي انت مركز فين؟ ولا ويا ريت بتوعهم، يعني يا ريت دول بتوعهم. امال ايه؟ مين بقى؟ صناعي ولا ايه؟ اسكت انت. طيب والله العظيم يا رمضان انا مش فاهم. طيب حضرت ماتش المنتخب النهارده؟ لا انا ما كان في المكتب. المنتخب اتهزم. يا بيه وارد تكسب، دي رياضه. هو انت كنت بتلعب فريق بشالوش يا باشا، بتلعب كرواتيا واخد بالك؟ لا لسه بقول دلوقتي انك انت بتطلع على العربيه الرابع على طول ولا الاول وبتسخن الاول العربيه. صحيح. خلاص يا جماعه مش عايزين نتلكك على اي حاجه. حسام ابراهيم اهلاويه، هو بقول اهو اهلاويه، مش انا جايبهم من الزمالك وجايبهم مدربين تمام اهلاويه، لكن القصه مش اهلي والزمالك، القصه بقى منتخب مصر. في ناس معترضين ان مفيش ولا لاعب في الزمالك كان في المنتخب تمام. اسالوا اللي مسؤولين عن الزمالك دلوقتي ليه؟ انت راجل رحت اشتريت 10 صفقات، كام صفقه بتلعب؟ كام؟ مع احترامي لكل اللي جيهم كلهم ولادنا واتمنى يبقوا احسن ناس. خلاص الزمالك يا باشا ترتيبه ال 14 ومصطفى شلبي اللي انت وعواد اللي انت جبتهم هو عامل لهم ايه؟ هم اللي في المنتخب دلوقتي. ادي فارس هم لعبوا؟ لا طب خلاص يبقوا مش في المنتخب. صحيح. يلا كل سنه وانت طيب يا كل سنة معلم. طيبين. يلا كل سنه وانت طيب. ماشي.